بجد من انجح الطرق اللي تقدري تعمليها للزبادي. عملتي الزبادي او ما عملتوش، جربي الطريقه دي. هاتي كيلو من اللبن ودفيه بعد طبعا ما تكوني غليتيه، وبعدين كوبايه زبادي وانزلي عليه، وبالهاند بلندر او بالخلاط اخلطيه لحد ما يتكون معاكي فوم عالي وكله يدوب في قلبيه. وبعدين حضري معاكي الكاسات، شايفه الحليب؟ حطي بقى الحليب وقسميه على الكاسات بالشكل ده. اوعي تنسي الرغوه اللي فوقيه، لازم على الكاسات وتقسميها، لان هو ده وش الزبادي القشطه اللي فوقيه. وميه دافيه وحطيها في نص الصينيه، وتكوني مسخنه الفرن قبليها، وتطفيه وتدخلي الصينيه فيه من 6 ساعات. وبعدين تطلعي الزبادي وتهزيه، لو لقيتيه تماسك معاكي يبقى كده مية مية. على التلاجة وتحطيه من ساعة لساعتين، وبعدين يبتدي قدميه. حلو جدا، كريمي، الوش زي القشطة من فوق، هتحلفي انك ما دقتي زيه. يلا بينا نفتح كوباية الزبادي وبألف هنا وشفا. هو ده اللي يرطب على القلب في السحور. جميل جدا جدا جدا، بهنا والشفا ليكم ولولادكم. قولوا لي رأيكم تحت ايه.